السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة الدايبة بأسهل وأنجح طريقة بتسوية مظبوطة. الغريبة المظبوطة مش بتاخد أي لون خالص من تحت زي ما انتوا شايفين كده معايا، وأوريكم معايا كده قد ايه دايبة جميلة جدا. بس أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. نسمي الله. أنا معايا نص كيلو من الدقيق. الدقيق اللي أنا استخدمته هو الدقيق الفاخر. طبعا ممكن تستخدمي دقيق الكحك والبسكوت، بس أنا حبيت إن أنا أستخدم دقيق يكون في متناول الجميع. دلوقتي أنا معايا تاني مكون وهو السكر البودر. معايا 125 جرام من السكر البودر، يعني ما يعادل كوباية إلا ربع مج الشاي العادي. ومعايا 350 جرام من السمنة النباتي، يعني ما يعادل من كوبايتين إلا ربع بمج الشاي العادي. في الوقت ده في بولة معايا نزلت بكمية السمنة بتاعتي، والسمنة طبعا حطيتها في التلاجة حوالي 10 دقايق قبل الاستخدام. يعني لما اجي اضغط عليها ببذل مجهود شوية صغيرين. في الوقت ده نزلت بالسكر البودر على السمنة، وبالاسباتولا كده بدأت ان انا اقلبهم كويس جدا. طبعا انا مش هخفق السمنة النهاردة لا بالعجان ولا بالمضرب، انا هعملها بالمضرب اليدوي. بتتخفق كده معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده معايا. طبعا انا هخفقها كويس جدا لحد ما لون السمنة يفتح، وطبعا الكمية تتضاعف معايا. وطبعا لازم نخفق السمنة كويس جدا علشان الغريبة أثناء التسوية ما تبصمش معايا، وده بيكون سر من أسرار التسوية. يعني نخفق السمنة مع السكر كويس جدا علشان الغريبة بتاعتي أثناء التسوية ما تبصمش من تحت. في الوقت ده ما أخدتش معايا أي وقت خالص، أنا كده خلصت خفق السمنة مع السكر. شايفين قد ايه لونها فتح؟ وطبعا اللون اللي احنا هنوصل ليه، لون خليط السمنة مع السكر، هو ده هيبقى لون الغريبة. في الوقت ده انا هنزل بالدقيق شوية شوية زي ما انتوا شايفينه كده معايا بالاسباتولا كده، وهبدأ ان انا اقلبه. طبعا دلوقتي انا هطلع الاسباتولا وهبدأ ان انا اداخل المكونات كلها بايدي زي ما انتوا شايفين كده معايا. طبعا انا مش هعجنها علشان ما نشطش مادة الجلوتين جوه الدقيق، انا مجرد ما بداخل المكونات كده كلها مع بعضها. وطبعا ما ينفعش نستخدم زبدة بدل السمنة لان انا مش عايزة فيها اي سوائل. وطبعا يكون البولة اللي انا بعجن فيها تكون ناشفة جدا مفيهاش ولا نقطة مية، لان السوائل بتنشف الغريبة جدا. في الوقت ده انا خلصت كده كمية الدقيق بتاعتي، ولسه الغريبة كده مش لما على بعضها. في الوقت ده انا هعملها بايدي لان هتلم كده على بعضها من حرارة ايدي. في الوقت ده لو ساحت معانا أثناء الشغل هنحطها 5 دقايق في التلاجة وهنطلعها نكمل خدمة فيها. في الوقت ده أنا أخدت كده قطعة من العجين وكورتها كده وضغطت عليها بصباعي. نلاحظ كده ان العجينة مشققتش ولا اي حاجة، يبقى كده العجينة بقت تمام. هحطها كده في التلاجة حوالي 10 دقايق، وبعد 10 دقايق طلعتها كده هبدأ ان انا اشكلها. هشكل وزن الغريباية معايا هيبقى 10 جرام، يعني تلت وزن الكحكاية بالميزان كده. وهبدأ ان انا اقطع العجينة القطع. وزن القطعة حوالي 10 جرام. وطبعا ممكن ان انتي تعمليها بدون ميزان لو مش عايزاها كلها تبقى قد بعضها. في الوقت ده بتتشكل معايا كده بكل سهولة، شايفينها معايا. وطبعا لو ساحت معاكي اثناء الشغل هتحطيها معاكي في التلاجة حوالي 5 دقايق هتبقى تمام جدا. وطبعا لسه الجو دلوقتي لسه برضو مش حر قوي، فهي كانت معايا مظبوطة جدا ومحتاجتش اثناء الشغل احطها في التلاجة. في الوقت ده انا اقطع العجينة زي ما انتوا شايفينها كده معايا، وهكورها الكرات، واخلص باقي الكمية كده كلها زي ما انتوا شايفين معايا. وهبدأ ان انا ازينها. معايا النهاردة لوز، ومعايا كمان لولي بالشوكولاتة. وفي الوقت ده تقدري تحطي اي نوع مكسرات انتي تفضليه، ممكن تحطي صنوبر او فول سوداني زي ما تحبي، او تحطي
لولي بألوان مختلفة، أنا حطيت بالشوكولاتة، ممكن تحطي الفضي أو أي لون تاني انت تفضليه، وهخلص الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده معايا. وبعدين هشغل الفرن، أنا هسويها النهاردة في فرن البوتاجاز، هشغله على درجة حرارة 140. طبعا هشغله من تحت بس مش هشغل الشواية. وطبعا لو الفرن بتاعي قوي هتشغليه على 140 لمدة 12 ل15 دقيقة. ولو الفرن بتاعك ضعيف هتدخليه على درجة حرارة 160 لمدة من 12 ل15 دقيقة، رف أوسط، مع التحريك المستمر للصاج. وطبعا التسوية في الألمونيا بيكون تسوية مظبوطة جدا، لأن الألمونيا بتوزع الحرارة كويس جدا. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. من نص كيلو من الدقيق عملت الكمية اللي معايا دي كلها. شايفين معايا قد ايه تسويتها تسوية مظبوطة. ولو انتي مش متأكدة من الفرن بتاعك، ممكن هنحط 2 نعمل بيهم تيست غريبتين كده في صاج، وهتشوفي الفرن بتاعك. ان الغريبة نشفت يبقى هتهدي الفرن شوية، ان الغريبة فضلت لازقة كده في الصاج يبقى كده تسويتها ما خدتش مدة التسوية الكفاية. وطبعا لو بصمت معاكي يبقى ده عيب رب السمنة مع السكر، واحنا بنخفقهم مخفقناهمش كويس جدا، ده بيخلي الغريبة بتاعتي تبصم من تحت. شايفين معايا ده قاع الغريبة لونه أبيض زي من فوق. والغريبة لما بنحطها في بقنا بتدوب، اما دابتش الغريبة تبقى أي حاجة تانية غير الغريبة. وطبعا بنسيبها على الصاجات كده لحد ما بتبرد على الآخر، يعني ممكن كمان تبات ليلة على الصاج مش هيجرالها أي حاجة. وطبعا نوعية السمنة بتفرق جدا في طعم الغريبة، يعني لو بنستخدم سمنة بلدي هيبقى طعمها جميل جدا، أو تستخدمي سمنة تكون نباتي نوعية ممتازة زي روابي كده اللي أنا استخدمتها النهاردة. وطبعا نربي السمنة كويس جدا مع السكر، أيا كان بالمضرب الكهربائي أو بالعجان أو بالمضرب اليدوي زي ما أنا عملت النهاردة. حبيت إن أنا أعملها معاكم بالمضرب اليدوي عشان يبقى موجود في كل بيت. وطبعا ناخد بالنا من خطوات التسوية، إن احنا نسويها على نار هادية. وطبعا عايزين نعرف من أول 10 دقايق نعرف إن كانت استوت ولا لأ، إن احنا بنطلع واحدة ونشوفها كده إن كانت بقت تمام بنطلع الصاج، ما كانتش تمام بنسيبه شوية كمان. بنلاحظ أول ما بنخرجها من الفرن إن هي لينة، بس لما بنسيبها شوية في الهوا بتنشف وبتبقى جميلة جدا، مش بتنشف قوي بس زي ما شفتوها كده معايا. أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتسيبولي كده رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.